لما انتقدوها جميع الجمهور ورد فعله. وكمان هنشوف هاني رمزي لما قدم محمد رمضان عشان يتكرم سخر منه سخرية. كله الجمهور لاحظ هذه السخرية، ومحمد رمضان كمان رد فعله قاله قدام كل الجمهور ومسكتلهوش ابدا. نشوف مع بعض. طبعا منى زكي اتكرمت معاهم في مهرجان القاهرة للدراما، وده كان في العالمين الجديدة. وكمان اتكرم محمد رمضان وكمان ماجد الكدواني زي ما انتوا شايفين، وقال كلمة بسيطة على الستيج. وكمان اللي اتكرم ابن محمود عبد العزيز اللي هو كريم محمود عبد العزيز الممثل الكوميدي، وكمان المخرجة العظيمة كاملة أبو الذكري، وكمان الممثل المعروف كريم عبد العزيز. وهناك فرق بين كريم عبد العزيز اللي كان في الصورة وكريم محمود عبد العزيز، دول شخصين مختلفين. تمام. طيب دلوقتي هاني رمزي قدم المخرج محمد سامي اللي هو متجوز الممثلة مي عمر، وقدمه بكل احترام وتقدير. وفعلا محمد سامي قال كلمته بكل احترام، وكمان اتكلم عن الممثلة زينة وقال ان هو مش حابب تمثل معاه في مسلسلاته. وكمان ألقى كلمة محمد رمضان على هاني رمزي، قال له انا ما كنتش اتمنى ان انت تقدمني وتقولي رمضان، لا انا كنت اتمنى ان انت تقولي محمد رمضان لانه بيعتز باسمه جدا. وبالفعل هاني رمزي مسك تاني الميكروفون وقال له انا هلبي لك امنيتك، وقدمه مرة اخرى وقال يتقدم محمد رمضان وصالحوا على الهواء. وكانت المذيعة في فعاليات مهرجان القاهرة للدراما النسخة الثانية بمدينة العالمين الجديدة، قدمت كريم عبد العزيز يستلم الجايزة. وكريم عبد العزيز هنا سلم على يحيى الفخراني، الدكتور يحيى الفخراني بكل حب، وكلهم كل الممثلين بيقدروا جدا الدكتور يحيى الفخراني، وهو الممثل المعروف